يا صباح الورد والفل عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. بداية يومي دايما بتكون مع القرآن اللي بيملي قلبي بالطمأنينة، يعني لحظات الصلاة القرآن ده هو اللي بيديني طاقة، شحنة إيمانية عشان أبدأ يومي بإيجابية. دلوقتي يلا نبدأ يومنا مع بعض ونشوف ازاي هنحول الروتين اليومي اللي بيكون أحيانا ممل لحاجة ممتعة ومفيدة. بس الأول عايزة أتكلم معاكم كلمتين من قلبي كده يا بنات، يا ريت تسمعوني. بصوا يا بنات، قبل أي حاجة في اليوم الصلاة هي المفتاح، يعني مفيش راحة حقيقية من غيرها. بتحسي كده إن قلبك بيطمن وهمك بيخف حتى لو اليوم زحمة ومليان مسؤوليات. والأذكار بقى دي سلاحنا في كل وقت، الصبح بالليل واحنا بنشتغل في البيت. سبحان الله، يعني لما بتقولي استغفر الله او سبحان الله وبحمده بتحسي روحك خفيفة كأنك بتتنضفي من جوه، وما تزهقيش من الذكر. وقراءة القرآن حتى لو صفحة واحدة بس في اليوم هتحس بفرق كبير في نفسك وفي بيتك، يعني ربنا بيبارك في وقتك وفي صحتك وفي ولادك. فخلي بينك وبين ربنا دايما صلة، يعني لو يومك زحمة حتى وانت بتطبخي او بتنظفي شغلي قرآن او رددي الأذكار، هتلاقي روحك بتهدى من غير ما تحس. وانا في الفيديو ده شاركت معاكم جزء من قراءة الورد القرآني اليومي عشان يعني يكون تشجيعا ليكم ان انتوا يا ريت تعملوا ورد للقرآن بتاعكم كل يوم، ورد ثابت حتى لو صفحة، واستمري عليه، يعني خير الأعمال أدومها وإن قل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صباحكم سعادة وهنا وراحة بال. عاملين ايه يا بنوتات؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا عشان انا هعمل معاكم هنا كوباية قهوة نبدأ بها يومنا كده. دايما يعني اعملي حاجة تفوقك كده على الصبح، قهوة، شاي او نسكافيه، كابتشينو، على حسب المشروب اللي انت بتحبيه او على حسب الموجود عندك. يعني مشروب كده ساخن نشربه علشان نبتدي يومنا واحنا قاعدين بنشرب كده هنفكر هنعمل ايه. يعني انا هعمل ايه النهارده في يومي؟ هنضف، هغسل، هطبخ. يعني رتبي كده ايه افكارك وانت عماله تشربي كوبايه القهوه. كان عندي شويه غسيل طبقتهم ودخلت كل حاجه مكانها في الدولاب. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم دخلت بقى على الصاله بتاعتي. يعني هي انا شلت كل الحاجات اللي كانت على الركنه وعلى الارض، لملمت كده الحاجات اللي كانت على الارض وكده. فاضل بس ان انا اكنس وانفض الركنه واكنس الارض. تمام. فقمت بقى فتحت الشباك كده علشان ادخل الهواء ونور ربنا يدينا كده، يعني يدينا ايه يا جماعه، انتعاش كده في بداية اليوم. ماشي. قولوا لي انتوا بتبدأوا يومكم ازاي؟ هل مثلا اول ما بتصحوا من النوم مثلا بتخشوا على المطبخ على طول ولا بتنظفوا البيت الاول؟ يعني قولوا لي انتوا بتعملوا ايه كده عشان عايزين نعرف كده مع بعض، يعني يا ترى احنا زي بعض ولا لا. لو واحدة عندها فكرة مختلفة او حاجة بتعملها يعني نختصر بيها المجهود اللي احنا بنعمله طول اليوم ونفضل نلف في الشقة. حتى لو بصي حتى لو روقتها وكنستها، يعني مسافة مثلا ما ادخل المطبخ اخلص الغدا او اغسل مواعين برجع الاقي مثلا حاجة وقعت على الارض، حاجة اتنقلت من مكانها، فاهمة؟ فبضطر ان انا برضو تاني اعيد ترتيبها تاني وانفض واكنس كده. يعني بصي مش مثلا خلصت حاجة خلصتها، لا، يعني لها دور تاني. تمام. فقولوا لي كده انتوا بتبداوا ازاي؟ يا ترى بتبداوا بالصلاه الاول اول ما تصحوا، او مثلا تدوروا على البيت كله مثلا تكنسوه وتروقوه بحيث ان البيت في الشكل العام او المجمل يبان ان هو نظيف، ولا مثلا بتدخلوا على المطبخ الاول؟ بصوا يا جماعه، انا كنت الاول بدخل على المطبخ، يعني الاول هو احيانا كده واحيانا كده على حسب الظروف. لو دخلت المطبخ الاول مش بطلع منه حرفيا، يعني مش بطلع منه حرفيا، يعني مش بيخلص. يعني مثلا لو قلت هغسل مواعين، في غدا هيتعمل، بعد الغدا في مواعين تانية، في
الارض عايزه تتمسح وتتكنس وكده، فاهمه؟ فانت لو دخلت المطبخ حرفيا مش بتطلعي منه. فانا اكتشفت ان انت مثلا ممكن تدوري على البيت كله الاول احسن، يعني مثلا تلملمي كده وتنضفي، بحيث ان الشكل العام مش بقى تنظيف عميق، اللي هو ايه الترويق بتاع اليوم، يعني الترويق اليومي اقصد، اللي هو البيت يبقى باين في الشكل العام نظيف ومترتب. وبعد كده بقى ادخل بقى على مهلي بقى المطبخ، طبعا هعمله. انما بقى لو احنا بنتكلم على التنظيف العميق ده، طبعا احنا بنخصص كل يوم لحاجه معينه، لان انت مش هتقدري تعملي كل حاجه في يوم واحد، طبعا ده مستحيل. زي ما انتم شايفين معايا هنا بكنس كده الارضيه بتاعتي بالمكنسه الكهربائيه، علشان اي تراب اي حاجه على الارض كده بسرعه بسرعه المها. ودايما خليكي يعني وانت بتنضفي خلي عندك سرعه كده وانجاز، وما تمسكيش التليفون. يعني اول ما تصحي من النوم اوعي تمسكي التليفون، لان التليفون ده هو سبب تضييع الوقت، او هو بصي الابتلاء اللي احنا كلنا مبتلين به حاليا. يعني تمسكي التليفون خلاص كده ساعه ساعتين بركه اليوم بتروح حرفيا. يعني نحاول كده، والكلام ده ليا وليكم، يعني نحاول كده ان احنا نعمل كنترول على التليفون، وعلى ان احنا نفضل نعمل سكرول كده على الفيديوهات، وتلاقي الوقت ايه ضاع منك من غير ما عملت حاجه، ومن غير برضو ما استفدتي. حتى لو استفدتي من فيديو فانت المحصله النهائيه ان الوقت ضاع. شايفين بقى كده بعد ما خلصت الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك في هذا البيت. الحمد لله زي ما انتم شايفين معايا خلصت كل حاجه. انتوا عارفين انا عاده يعني بفرش الحافظات وبيغطي الركنه بتاعتي بفرش تاني، علشان يا بنات بيتبهدل طبعا. اللي عنده اطفال او اولاد هيعرف اللي انا بقوله. فهنا فرشت الحافظه طبعا بتاعتي على السجاده، وفرشت برضو الحافظه على السجاده اللي جوه. لسه الركنه بتاعتي دي لسه هغطيها برضو، مش هسيبها كده عامه، يعني انا بغطيها على طول لان هي تنظيفها متعب جدا. بعد كده ما خلصت دخلت بقى ايه على المطبخ علشان نجهز الغدا بتاعنا. غدا حلو ووجبه متكامله، يعني هنعمل بطاطس وبيض ورز بالشعريه. البطاطس والبيض دي اكله يعني وجبه هي مشبعه ومفيده في نفس الوقت، لان البيض احنا عارفين ان هو مغذي جدا. وطبعا الشعب المصري اكيد عارف الاكله دي كلها، البيض والبطاطس والرز بالشعريه والسلطه مخلل بتنجان. اكيد يعني كل بيت مصر عارف الاكله دي. فانا هنا سلقت البطاطس وبسلق البيض وهعمل الرز. جبت كده الرز بتاعي وغسلته كويس، هعمل رز بالشعريه بيكون حلو جدا جدا. لو وصلتوا لحد هنا يا بنات اضغطوا بقى على زر اعجبني، يعني يا ريت اشوف كده لايكات كتير، وقولوا لي رايكم في التعليقات. يعني تفاعلوا كده، الفيديو عجبكم ما عجبكمش، حاجه شفتوا حاجه، يعني علقوا، يعني اكتبوا تعليقات يا بنات. تفاعلوا في الفيديو، خليني احس ان انا عملت يعني فيديو وان هو انتوا شفتوه وكده. وخلاص هنا خلصت كده بقى، بشيل بقى الحاجه مكان ما كنت بطبخ، وهبتدي البطاطس دي انا كنت سلقاها بقشرها. يعني بغسل البطاطس الاول كويس جدا من اي طينه، وبعد كده بقطعها واسلقها بقشرها، واشيل القشره كده من عليها، وبعدين احمرها في الزيت. تمام. بعد كده بقى بصفي البطاطس بتاعتي من الزيت واحطها في الطبق. والله يا بنات اكله جميله جدا جدا، يعني احنا بنحبها قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص كده احنا هنا بنشيل البطاطس بتاعتنا من الزيت. وخدوا لفة في القناة كده، اعملوا مشاركة للفيديوهات مع اصحابكم. شوفوا لو في فيديوهات، يعني ممكن اكيد في فيديوهات هتعجبكم، انا عاملة فيديوهات كتير جدا في القناة، روتين وتنظيف وطبخ. فاهمة؟ يا ريت يعني تشتركوا في القناة، يعني اللي لسه مش مشترك، وفعلوا زر الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بالفيديوهات. يعني اول ما انزل فيديو هيجي لكم اشعار، فبتكونوا اول ناس تدخل تشوف الفيديو ده. وكملوا الفيديو للاخر، يعني ما تتفرجوش على الحبه او تسرعوا الفيديو، لا يا ريت تكملوا الفيديو للاخر، لان بجد بجد في معلومات وحاجات هتفيدكم جدا يعني. خلاص بعد ما خلصت بقى رشة ملح وفلفل كده في الاخر على البطاطس بتاعتي، شكلها يفتح النفس بجد. ودي كده كمان رشة بابريكا كده تبقى حلوة. وبعد كمان ما سلقت البيض قشرته وحمرته في الزيت زي ما انتم شايفين. وهي كان هنا الرز بتاعي اللي بالشعرية. يا اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، والسلام عليكم.